زول مالك؟ تبكي مالك؟ وادوك بحاجة وما ادوك؟ كده احكي ليه مالك؟ حتى بالراحة كده احكي ليه بالراحة وحدي دير الهامش المظالم. الهامش؟ انت من قلبك ده مشكلتك كله مع المحمشين؟ يا اخوي اسمع، نحن المحمشين ده خلينا برانا نحل مشكلتنا، انت امشي حل مشكلتك بهناك، لو عندك قطع ما جاك بس كده احكي لنا. انت لازم تبكي؟ لا اله الا الله، انت مشكلتك دي ما تبي انا اسال قائد الزول ده لو بكى قاعد تعمل له شنو؟ طبعا هو لقط وعارفك كويس وانت تعرفه كويس. طوالي بملحق بقول ده جنة يا زول اسمع، سمعت كلام قائدك انا سيبك كمان، استعر انت تتفرفش لنا هنا زي ما شنو. تعال ما شنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم مقطع جديد من برنامج أخينا بمناسبة أخينا بس ربنا يهدينا. قبل أن نخرج من تفاصيل الفيديو حابين نذكركم كالعادة خشوا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الفيديو اللي نجي نتكلم عن التفاصيل بتاعت أحمد الدي. طبعا أحمد الدي يا أخوانا واحد من الناشدين بتاع الثوار، وكان يعني عنده تاريخ كبير جدا، لكن للأسف الشديد شال التاريخ ده وجده هناك، شال لك تاريخ جديد. يعني بالواضح كده بدأ من الصفر، يعني بدل ما كان حماه وطنه هسه حماه كرشه. الزول ده كان بدينا انباء عبر يعني منصته او عبر صفحته بتاعت الفيسبوك، يعني بدينا اخبار كويس جدا، وكان بينصحنا عن الثوره. يعني صاحبنا ده مشى لمراحل انه يتخطى المرحله بتاعت الوطنيه، فانتمائه القبلي اتخلق عليه بشكل كبير جدا. يعني نحن ما علينا بقبيلته، علينا بشخصيته هو والمحتوى اللي هو بقدمه للشعب السوداني. فبيقى بدلل الشعب السوداني حد ما مشى لمرحله انه بيزحر مع الجماعه ديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الأفاتارات في كل مكان. الليلة يوم الجمعة 4 أغسطس أو 4/8 يوم الجمعة المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لكل الشهداء في هذه الحرب من قوات الدعم السريع ومن القوات المسلحة ومن المواطنين. على أي حال يا جماعة الكيزان غلبتهم الحكاية. فانت عارفين انه الزول اللي بيسحر مع الجماعة دي في ارض المعركة طبعا عارفين انه علاقته ما مقدر شنو، فطبعا ممكن عادي يمشي نحسن الظن، يعني ممكن يمشي يعمل معهم اي عمايل هم بيعملوه او هم بيرتكبوها. ده مالي بتاع الفل ما تشتغلوا. انا النغيب المتمرد. يا زول انا يقول لك بتاع الفل طوال انت جاي خش لنا؟ لا انت زي ملك التقع متخارج. طبعا الشعب السوداني كله بعرف سيناريو بتاعت الزول ده، خلينا نوقف لكم هنا في فيديو كده دار نوصفه لكم. زي ما شاهدتوا في الفيديو ده تم تصوير قدام الفرقة 16 ولاية جنوب دارفور، وده زمان ميليشيات الدعم السريع قاعدين بيحتفلوا ومبسوطين تماما. ياهو قاعدين ببشروا حكامات جو قاعدين بيرقصوا لهم بمناسبة الانتصار. واحد تلك سلاح عشوائي كده فقمش عليك 2 ديل المساكين ديل. فالمهم يا اخوانا ده نهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو فلا تنسى تعمل لايك تعمل سبسكرايب. نقول لكم